تستخلص من الخنزير، في الناس تفكر العطور مستخلصة من الورود والأخشاب وبس. إحنا موجودين حاليًا في مصنع بيان بمدينة جراس الفرنسية. اللي لفتني بقلب المصنع عندهم هون حاطين بعض الشهادات، وعندهم شهادة حلال، إنه المنتجات اللي عندهم الزيوت المستخلصة ما فيها أي منتج حيواني مأخوذ من أشياء محرمة في المجتمع الشرقي، يعني من الخنزير بشكل خاص. فجدا رائعة وجدا يعني أحترم هذا الشيء اللي عملوه هون. فجدا جدا روعة. يعني بالشرق الأوسط إحنا بنهتم بهاي الأمور، لكن ما بنعرف إنه في عندنا إحنا منتجات تستخلص من الخنزير. في الناس تفكر العطور مستخلصة من الورود والأخشاب وبس. عندهم شهادة إنه زيوتهم حلال، مش طالعة من مواد محرمة حتى يعني إسلاميا زي الخنزير وغيره. فهذه هي الشهادة في المصنع هون. مصنع الزيوت حلال، يعني صالحة إنها تباع في الدول الإسلامية وما في أي مشاكل، لأنه مش كل العطور الموجودة في العالم حلال. في أشياء بيطلعوها من مستخلصة من الخنزير وإلخ. هذا المصنع بيعتمد إنه كمان يكون منتجاته حلال طبيعية، ما بتأثر على المجتمع الشرقي. فانتاستيك على بلاستيك. ميرسي. ميرسي بوكو.